انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن. جه ميعادنا النهارده مع خرافه جديده ومعلومه اكيد مفيده. عاده كده الشعر الابيض بيبدا يظهر لما يكون الشخص ده كبير في السن، ولكن احنا دايما بنشوف ناس لسه صغيرين جدا وطلع لهم شعر ابيض كتير قوي، وبيكونوا لسه سنهم ما عداش ال30. والحقيقه ان احنا بنسمع خرافات كتير جدا في الموضوع ده، زي اللي يقول لك انت اكيد حد خضك وانت صغير علشان كده شعرك بقى لونه ابيض. لعلع لعلع. خلايا الجلد بتفرز ماده كده اسمها الميلانين. الماده دي مسؤوله عن لون الشعر، فلو الخليه دي وقفت افراز ماده الميلانين شعرك هيبقى لونه ابيض. وكمان تعالى اقول لك ليه الشعر الابيض بيظهر بسرعه لناس كتير. اول واهم سبب هو نقص فيتامين B12. كمان لو عندك مشكله في الغده الدرقيه، وكمان لو عندك مشاكل وامراض في جهاز المناعه. ده غير بقى اسباب تانية كتير زي التدخين او التوتر المستمر، او ان الشخص ده اصلا بيعاني من سوء تغذيه. وكمان الوراثه يا جماعه ليها عامل كبير جدا. نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم علشان كده جبت لك الحل، اما انك تروح تعمل تحاليل وتعرف لو انت عندك نقص في فيتامين B12، وكمان انك تقدر تعمل تحاليل غده علشان تتاكد انك ما عندكش اي مشاكل فيها، ودول تقدر تعالجهم بكل بساطه اما بالادويه او باكل. كمان خليك حريص انك تمارس اي نوع من انواع الرياضه لانها هتفرق معاك جدا. ولو انت بقى دايما متوتر وقلقان كده يبقى لازم تهدى شويه. وكمان مهم جدا انك تتابع مع دكتور متخصص عشان تقدر تاخد الادويه المناسبه. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات وخرافات جايه كتيره. سلام عليكم.